هو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهارده بقى هنعمل شوكليت شيب كوكي. احلى حاجه ممكن بجد تاكلوها الصبح كده وتفطروا بيها مع كوبايه قهوه وكوبايه نسكافيه، او ممكن الاطفال مع لبن كده. بجد تحفه ولذيذه قوي كمان لللانش بوكس والفطار. بجد حاجه تحفه، تغيير كده. ممكن كمان يعني بالليل كده ناكلها واحنا رايقين قاعدين مع نفسنا. بجد تحفه خطيره، وطعمها بجد لذيذ وطريه كده من جوه ومن بره كريسبي. هنعرف التفاصيل كلها وازاي تطلع معانا مظبوطه، والتسويه بتاعتها ولا غلطه. وكمان الوصفه والمقادير حقيقي حقيقي مظبوطه بالملي. هتعتمدوا الوصفه دي، مش هتجربوا غيرها. ويلا بينا بقى نشوفها. معانا اول حاجه 100 جرام من الزبده، تكون بدرجه حراره الغرفه. تمام، يعني تكون مش دايبه وما تكونش متلجه من التلاجة، لا تكون بدرجه حراره الغرفه. وبعدين هنفككها كده بالمضرب، هنقعد نضرب فيها نفككها كده شويه. وبعدين معايا يعني سكر بني وسكر ابيض. معايا 50 جرام سكر بني و50 جرام سكر ابيض. ممكن تستبدلوا الكمية كلها بالسكر الابيض، اوكي، بس الوصفة الاساسية وهتكون مظبوطة ويديني اللون الصح بالسكر البني. مش عندنا، طب نعمل ايه؟ نجيب السكر، نجيب 100 جرام سكر ابيض، نحط عليه معلقتين عسل اسود كبيرة وهيدينا اللون المظبوط اللي هو السكر البني. وبعدين هضيف بيضة واحدة برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة. احنا ضربنا السكر مع الزبدة لحد ما يدوب كده شوية، وبعدين ضفت البيضة وضفت باكت من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا. وهرجع اضرب تاني لحد ما البيض يختلط مع الزبدة والسكر كده ويبقى خليط واحد. واول ما احس خلاص ان السكر داب مع الزبده والبيض وما بقاش ليه اي اثر، يعني مفيش اي اثر للسكر خالص ولا حبيبات السكر، هبدا بقى اضيف المكونات الجافه. زي ايه؟ معايا الدقيق، والدقيق 200 جرام. يفضل ان احنا نستخدم الجرامات والميزان احسن، لان الكوب بتاعي قلتلكوا قبل كده غير الكوب بتاعكم. بس عامه استخدمت كوب وربع دقيق، يعني 200 جرام. هنا بقى ايه؟ هنا في رشة من الملح، وفي 3 جرام من البيكنج صودا و4 جرام من البيكنج باودر. لازم بيكنج صودا وبيكنج باودر من عند العطار. بيكنج صودا اللي هي اسمها بيكربونات الصوديوم، غير البيكنج باودر اللي هو بتاع الكيكة. تمام، بنستخدم الاتنين. وكمان ضفت معايا شوكليت. ممكن بقى هنا تضيفوا الشوكولاته اللي انتوا حابينها، ممكن تضيفوا شوكولاته دارك او شوكولاته شيبس او قطع من الشوكولاته بالحليب. الشوكولاته اللي انتوا حابينها وحابين طعمها ممكن تضيفوها. الكميه بتبقى على حسب برضو يعني حبكم للشوكولاته كده. انا ضفت حوالي زي 150 جرام قطع شوكولاته صغيره او شوكولاته شيبس. وبعدين بدأت اشكلها كده، وزي ما انتم شايفين شكلها كرة، يعني كرة عشوائية، مش شرط يكون كرة متساوية. وبعدين ببدأ اعمل فيها تعرجات كده بصباعي، وببدأ احط فيها الشوكولاتة تانية برضو قطع شوكولاتة، وبكون سايباها وبحطها كده على الوش، بتدي شكل تحفة. طيب بشكل الكرة في حجم ايه؟ في حجم كده يعني من 50 ل55 جرام لو انتوا هتوزنوها، او مثلا في حجم الليمونة الكبيرة اللي هو الليمون الأضالية ده لو عارفينه، بحجم الليمونة الكبيرة كده، او من 50 ل55، او اقصى حاجة 60 جرام، ويبقى الحجم معاكو مظبوط. ولما يستوي كده يبقى مظبوط. بنعمل كورة كده وبعدين نشكلها يعني نعمل فيها تعرجات كده بايدينا او بصابعنا، بتديني الشكل العشوائي ده، بيبقى شكلها لذيذ. ودي اختي بتديكوا قلب. والتسوية بقى، اول حاجة انا حطيتها في الفريزر لحد ما جمدت، يعني الستيب الاهم في التسوية بتاعة الكوكيز عشان ناخد نتيجة مظبوطة. بعد ما نشكلها خالص ونحطها في الصاج او الصواني اللي احنا هندخلها الفرن، بنحطها في الفريزر لحد ما تجمد، يعني حوالي 2-3 كده تجمد معايا. وبعد ما تجمد هروح حطاها في الفرن درجة حرارة 180 على رف اوسط. تمام، لحد ما نحس ان اللون اخد من تحت كده اللون ذهبي. تمام،
وبعدين نطلعها على طول. يبقى احنا حطيناها في الفريزر وطلعناها مجمدة على الفرن على طول. هي دي التسوية الصح للكوكيز وهناخد نتيجة مظبوطة. بنطلعها مجمدة نحطها في الفرن رف اوسط على درجة حرارة 180 لحد ما اللون من تحت كده يعني ياخد لون ذهبي كده، تبقى مظبوطة. مش بنشغل شواية خالص ولا اي حاجة. تطلع بتكون طرية من جوه وتحفة. يا سلام لو كلناها كمان اول ما طلعت، بتخلي ريحة البيت بجد بجد خطيرة وحلوة قوي. طيب لو فضلت معانا وقت كمان او مثلا تاني يوم، بنسخنها في الميكروويف عادي جدا، بتكون ترجع طرية تاني وبجد بتكون تحفة. عاوزه اقول لكم ان احنا مش بنشغل خالص الشوايه بتاعه الفرن، لا هو بنشغل الفرن العادي، واول ما تاخد لون كده بندفع عليها وبنطلعها، ولازم تستمتعوا بيها بجد. وصفه حلوه قوي.